بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله إحنا نبدأ نتكلم مع بعض كده عن الدرس الثالث اللي هو الجذور التربيعية. الدرس بسيط يعني سهل، ما فيش فيه حاجة صعبة، بس هو كبير شوية، فبالراحة كده ونصلي على النبي ونبدأ على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الدرس قبل ما نتكلم عن الجذور وقبل ما نعرف يعني إيه جذر، عايزك تعرف حاجة مهمة خالص اسمها المربع الكامل. أيوه، إيه هو بقى المربع الكامل المربع الكامل ده، أنا دلوقتي لو جيت قلت لك 1 تربيع، 2 تربيع، 3 تربيع، 4 تربيع، 5 تربيع، 6 تربيع، الكلام ده بيساوي كام؟ تعالوا ناخدهم واحدة واحدة. 1 تربيع ب1، 2 تربيع ب4، 3 تربيع ب9، 4 تربيع ب16، 5 تربيع ب25، 6 تربيع ب36. أيوة، يعني إيه برضو؟ ما يا عم 1 تربيع يعني 1 في 1، 2 تربيع 2 في 2، 3 تربيع 3 في 3، 4 تربيع 4 في 4، وهكذا. أيوة برضو أنا عارف الكلام ده، أنت بتقوله لي ليه؟ أيوة، قال لك هو ده بقى اللي إحنا بنتكلم فيه ده، هو ده كده، والتلاتة ديت معناها هو ده كده المربع الكامل. أيوة، إيه برضو المربع الكامل؟ مش فاهم يا عم الحاج. الأعداد اللي هي طلعت دي، اللي هي 1 وال4 وال9 وال16 وال25 وال36، هم دول المربع الكامل. يعني بدأت توضح شوية، بس برضو مش يعني أعرف منين برضو إن العدد ده مربع كامل؟ قال لك أيوه، العدد المربع الكامل هو عبارة عن عدد بيساوي حاصل ضرب عددين في بعض، والعددين دول يبقوا متساويين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا الأربعة ديت مربع كامل ولا لأ؟ والله هتقول لي إن الأربعة ديت هي عبارة عن 4 في 1، وفي نفس الوقت عبارة عن 2 في 2. صح؟ صح. هل هو عبارة عن حاصل ضرب عددين متساويين؟ هو عبارة عن الاتنين في الاتنين بس، يبقى ده مربع كامل. لا يعني مش واضحة. طيب أقول لك مثلا ال9، هل دي مربع كامل؟ هتقول لي ال9 دي عبارة عن 9 في 1 و3 في 3. طب ما هو ال3 دول عددين متساويين، ال3 في 3 دي عددين متساويين، صح؟ يبقى ده مربع كامل. طب ال16، هتقول ان ال16 8 في 2 و4 في 4. طب ما هي ال4 في 4 دول عددين متساويين، صح؟ صح، يبقى 16 مربع كامل. طب لو جيت عند ال8 قلت لك هل ال8 دي مربع كامل ولا مش مربع كامل؟ هتقول لي بص، ال8 بيساوي 8 في 1 و4 في 2. هل في هنا عددين متساويين ضربوا في بعض ادوني ال8؟ لا، يبقى خلاص، يبقى ال8 ديت مش مربع كامل. يبقى تاني، المربع الكامل هو ان انا بضرب عدد عدد في نفسه بيديني رقم، الرقم ده هو المربع الكامل. يعني زي مثلا لما اجي اقول لك ال25، فال25 دي هي عباره عن ال5 في ال5، ضربت عدد في نفسه اداني رقم، الرقم اللي بينتج ده هو دوت المربع الكامل. ده المربع الكامل. يبقى انا فهمت يعني ايه مربع كامل؟ فهمت يعني ايه مربع كامل. ماشي. ايوه، انا بدرس المربع الكامل ده ليه؟ بروح بس كده واحده واحده. اول حاجه لازم نيجي نعرفها في الدرس ده هو مفهوم المربع الكامل. فهمته؟ تمام. ندخل على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها عن الجذر. بص بقى يا غالي، صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الجذر دوت ليه حالتين اللي عليك في المنهج. يعني في حاجه اسمها الجذر التربيعي، وحاجه اسمها الجذر التكعيبي. ايه ده بقى الكلام دوت؟ بالراحه. الجذر اللي عليك في المنهج هما اتنين، الجذر التربيعي والجذر التكعيبي. مبدئيا علامة الجذر هي كده، دي العلامة بتاعت الجذر. تمام تمام. طيب الجذر ده ليه حاجة اسمها الدليل، مش عليك في المنهج بس ايه يعني عشان تيجي تبقى عارف بس. ماشي. ايوه، الدليل ده ايه؟ بص، هو الدليل دوت من اسمه حاجة بترشدك سواء بقى دوت كان تكعيبي او تربيعي برضو. يعني ايه يا عم الحاج؟ الدليل دوت لما يبقى مثلا بقيمة هتبقى تربيعي، ولما يبقى بقيمة تانية هيبقى تكعيبي. أيوة برضو مش فاهم، خش في الموضوع على طول. قبل ما ادخل في الموضوع عايزك بس كده تصلي على النبي. الدليل دوت بيبقى موجود هنا، هو الدليل ده رقم، والرقم دوت مكانه هنا فوق الجذر كده، يعني ما بين اللي هي عند الحتة السبعية دي كده. قشطة قشطة. طيب الدليل دوت لو كان ب2 يبقى الجذر ده تربيعي. طب ولو كان ب3
يبقى الجذر ده تكعيبي. ايه ده مش فاهم؟ واحده واحده. الدليل عندي بيبقى موجود في المنطقه ديت. قشطه قشطه. طيب الدليل ده لو ب2 يبقى الجذر ده تربيعي. الدليل ده لو ب3 يبقى الجذر ده تكعيبي. طب الدليل ده ب4 مش عليك، هيبقى كده، هيبقى اسمه الجذر الرابع. طب الدليل ب5 الجذر الخامس. طب الدليل ده ارقام كتير، اكتب الدليل لحد مليار براحتك. عدي بص اي رقم عايزه تيجي تحطه هنا عادي براحتك. هيبقى اسمه الجذر المليار، الجذر المليون، الجذر المليار واحد، وهكذا. يبقى الرقم اللي بيتكتب فوق دوت هو اسمه الدليل. تمام تمام. لو كان الرقم ده ب3 يبقى ده تكعيبي. لو كان الرقم ده ب2 يبقى ده تربيعي. تمام تمام ماشي. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه الجذر او عرفنا يعني الجذر دوت مصنف لايه. احنا اتفقنا ان الجذر ده العلامه بتاعته، والجذر بتاعي هو ليه دليل، والدليل بيكتب هنا كده. الرقم دوت اللي موجود دوت لو كان ب2 يبقى الجذر ده تربيعي، قلنا له ماشي. طيب ولو كان ب3، والله ب3 يبقى الجذر ده تكعيبي، قلت له يا عم ماشي حلو امين، كلام سهل وزي الفل. طيب ايه الخطوه الجايه بقى؟ قال لك ان انا الجذر التربيعي ما بكتبش الدليل بتاعه. ليه؟ ما هو اصغر جذر في الدنيا هو الجذر التربيعي، يعني مفيش حاجه قبل منه. فانا لو جيت وعملت لك كده بس، كتبت لك علامه الجذر كده بس، معناها ان الجذر ده هو الجذر التربيعي. ايه ده بقى؟ لا 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 انا اتلخبطت. واحده واحده، صلى على النبي. انت متفق معايا ان ديت علامه الجذر صح؟ صح. واتفقت معايا ان انا لو حطيت لك هنا كده 2 ديت 2. اتفقت معايا ان انا لو جيت وحطيت لك دي كده ب2 هتقول لي ان ده كده جذر تربيعي. صح؟ صح. تعالى بس نكتبها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو حطيت لك ده هنا كده ب2 هتقول لي ان ده جذر تربيعي. صح؟ حلو. طيب وقلت لك ان انا لو عملت علامه الجذر كده وحطيت لك ده ب3 هتقول لي ان ده كده جذر تكعيبي. صح؟ صح. حلو حلو. طيب قال لك ان الجذر التربيعي دوت هو كده، هي دي الكتابه الصحيحه ليه. تمام. بس قال لك لا، علماء الرياضه قال لك لا، بص احنا هنكتبه كده جذر كده بس من غير دليل ولا اي حاجه خالص. يبقى انا لما الاقي الجذر كده لوحده بس كده من غير دليل يبقى ده كده اسمه الجذر التربيعي. والله بص يعني انت عمال تشرح كلام كده وحاسس ان الدنيا نظري والدنيا مش واضحه معايا. ايوه يعني ايه برضه؟ بص يا عم صل على النبي. احنا اهم حاجه عندي ان انت تبقى عارف يعني ايه جذر. انت اول حاجه عرفت شكل علامه الجذر، وعرفت الجذر التربيعي، وعرفت الجذر التكعيبي. طيب انا بقى دلوقتي برضه هدرس ايه؟ انا برضه مش فاهم يعني من كل اللي انت جاي بتقوله دوت هتدرس ايه؟ صل على النبي. معنى كلمه الجذر ديت، لو انا مثلا جيت وعملت لك كده وقلت لك اقرا لي ديت كده، هتيجي هتقول لي ديت الجذر التربيعي لل 16. يعني ايه بقى؟ مبدئيا العدد اللي بيتحط تحت الجذر بيبقى عدد مربع كامل. ايه ده؟ مربع كامل دي انا لسه سامعها. يا ابني ما هي دي اللي انا كنت بقولها لك في اول 5 دقايق، ان العدد المربع الكامل هو عباره عن عدد بيساوي حاصل ضرب عدد في نفسه. وال16 بتساوي 4 في 4. صح؟ صح. يبقى جذر ال 16 بكام؟ ب4. ايه ده؟ مش فاهم ايه اللي انت جيت عملته. صلى على النبي. جذر ال 16 معناه انا بشوف ايه العدد اللي يتضرب في نفسه يديني 16. طب ايه العدد اللي يتضرب في نفسه يديني 16؟ الاربعه. لا 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 لا، روق كده وبالراحه، انا مش فاهم اي حاجه. واحده واحده، صلى على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لان انا قلت لك دلوقتي جذر ال9، وقلت لك جذر ال1، وقلت لك جذر الصفر. تعالى ناخد ديت جذر ال9. معنى جذر ال9 فانا بشوف ايه الرقم اللي اضربه في نفسه يديني 9. فراح رد واحد قال لي 3. قلت له ازاي يا ابني؟ قال لي يا هندسه ما هي 3 في 3 ب9. قلت له تصدق يبقى جذر ال9 ب3. طيب رحت جيت قلت له يا باشا طب قول لي جذر الواحد. راح رد واحد جه قال لي جذر الواحد ملوش جذر. قلت له ازاي يا ابني ملوش جذر؟ قال لي هندسه ايه اللي هضربه في نفسه يديني الواحد؟ قلت له يا راجل يعني انا دلوقتي لو قلت له واحد في واحد بكام؟ قال لي واحد في واحد بواحد. يبقى جذر الواحد بكام؟ بواحد، لان الواحد لو اتضرب في نفسه هيطلع ناتج واحد. ايه ده مش فاهم يا ابني؟ مش انت متفق معايا ان الجذر، الرقم اللي تحت الجذر ده اللي هو المربع الكامل، هو ناتج حاصل ضرب عددين متساويين؟ هضرب العدد في نفسه. يعني انا لو ضربت الواحد في واحد وطلع الناتج بواحد يبقى ده كده مربع كامل، والواحد دوت هو الجذر بتاعي، هو الجذر بتاع جذر واحد، هو الحل يعني. طب الصفر، انا هاجي اشوف عددين، عدد هضربه في نفسه هيديني صفر. طب مين اللي هضربه في نفسه هيديني صفر؟ الصفر. صفر في صفر بصفر، يبقى جذر الصفر بصفر. لا يا عم انا تهت مش فاهم.
تاني لو انا دلوقتي جيت قلت لك جذر ال 36، دور لي على عدد اضربه في نفسه يديني 36. والله رد واحد قال لي 6، قلت له ازاي؟ قال لي ما 6 في 6 ب 36، قلت له اه يبقى جذر ال 36 ب 6. طب قلت لك مثلا جذر ال 25، رد واحد قال لي ما ال 25 دي عبارة عن 5، هي ال 25 عبارة عن 5 في 5، قلت له اه يبقى جذر ال 25 كام؟ قال لي 5، انا هاخد واحدة منهم بس اللي هو العدد اللي انا بضربه في نفسه يديني 25، قلت له بس كده حلو قوي. يبقى احنا متفقين مع بعض ان العلامة ديت كده اسمها الجذر. طيب ولو مفيش دليل وعمل لي مثلا كده، يبقى ديت كده اسمها جذر التربيعي لل 81. تمام تمام. طب معناها ايه بقى الجذر التربيعي لل 81؟ يعني انا بشوف ايه العدد اللي انا هضربه في نفسه يديني ال 81، فلقيت ان في 9، لان انا لو ضربت 9 في 9 هتديني ال 81. صح صح. قلت له يا عم جميل كلامك فل وبص ومية مية. رد واحد تاني قال لي هندسه صلى على النبي كده، قلت له عليه الصلاه والسلام. قال لي طب ما انا لو ضربت سالب 9 في سالب 9 هيديني برضه 81، قلت له ايه ده مش فاهم. قال لي هندسه دلوقتي انت بتقول لي ان جذر 81 ديت بيساوي كام؟ قلت له اه. وانت جيت وقلت لي هندسه ان الجذر 81 دي معناها انا بشوف العدد اللي انا بضربه في نفسه يديني 81، قلت له اه صح متفقين على دوت. قال لي طب ماشي، انا لو ضربت السالب 9 في نفسها ديت اهي، سالب 9 في نفسها، ولو هي ادتني 81 يبقى اذا السالب 9، سالب 9 دوت يعتبر برضو جذر ال 81. قلت له لا مش فاهم. قال لي بالراحه، مش انت دلوقتي كنت بتقول ان التسعه ديت تعتبر جذر ال 81 لان انا لو ضربتها في نفسها طلع الناتج 81؟ اه قلت له اه. قال لي خلاص انا همسك السالب 9 هضربها في نفسها. طب لو طلع الناتج 81 يبقى برضو السالب 9 معايا في الجذر. قلت له اه تصدق كلامك صح. ولما جينا ضربنا سالب 9 في سالب 9، سالب في سالب بموجب، 9 في 9 ب 81. ايه ده بقى؟ ايه الكلام ده؟ واحده واحده بقى صلوا على النبي. احنا متفقين مع بعض ان مثلا جذر ال 16 هو عباره عن رقمين، انا عباره عن رقم اللي هي 16 ديت بتساوي حاصل ضرب رقمين متساويين او حاصل ضرب رقم في نفسه. فانت جيت قلت لي 4 في 4، قلت لك صح. واحد تاني قام جاي رد قال لي طب ما هي ممكن تبقى سالب 4 في سالب 4، قلت له ايه ده ازاي؟ قال لي ما هي سالب في سالب بموجب، و4 في 4 ب 16. قلت له تصدق يبقى الجذر دوت هنا كده بيطلع لي قيمتين، قيمه موجبه وقيمه سالبه. طب موجب وسالب ايه؟ موجب وسالب نفس العدد. ايه ده ايه ده ايه ده؟ موجب وسالب نفس العدد، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي بتقول لي ان جذر ال 16 ب 4 صح؟ اه. لا هو مش 4، هو موجب 4 وسالب 4. طب جذر التسعة بتلاتة، لا هو مش تلاتة، هو موجب تلاتة وسالب تلاتة. اه. طب جذر مثلا ال 81، او جذر مثلا اي رقم في الدنيا، جذر مثلا ال 49، ال 49 بسم الله، جذر ال 49 بسبعة، لا هو مش سبعة، هو موجب وسالب سبعة. طب هل كده الكلام دوت صح؟ قال لك بص هو فعلا الجذر دوت موجب سبعة وسالب سبعة، بس انا ما بكتبهاش كده، امال بتكتبها ازاي؟ على حسب السؤال اللي هو عايزه. يعني ايه الكلام ده؟ صلى على النبي. موجب سبعة دوت لو قال لي انا عايز الجذر الموجب لل 49، طيب وسالب سبعة ده لو قال لي انا عايز الجذر السالب ل 49، قلت له اه تصدق ما هي موجب، لو هو عايز موجب يبقى انا اخد له الرقم الموجب، ولو هو عايز سالب فانا اخد له الرقم السالب. تمام تمام. طيب امتى بقى هندسه بقول له ان الجذر في الحاله ديت هو عباره عن موجب 7 وسالب 7 في نفس الوقت؟ لو قال لي انا عايز الجذرين، او لو جه كتبها لي بقى بصوره ثانيه. ازاي بقى؟ صلى على النبي. انا جيت قلت لك دلوقتي ان انت بتيجي مثلا تقول لي جذر ال 49 بسبعة، صح؟ صح. رد واحد جه قال لي لا هي مش 7، هي موجب 7 وسالب 7، قلت له بص بقى، بنكتب الكلام دوت بشروط. يعني ايه؟ صلى على النبي. لو جه كتبها لي كده بس جذر ال 49، فدي معناها ان هو عايز الجذر الموجب. ليه؟ لان لو هو عايز الجذر السالب هيكتبها لك بطريقه ثانيه. يعني ايه؟ دلوقتي لو هو كتبها لك بالطريقه ديت كده يبقى هو عايز الجذر الموجب. طب الجذر الموجب لل 49 هو موجب 7. طيب لو عايز الجذر السالب بيعملها لك ازاي؟ بيعملها كده، يقول لك سالب جذر 49.
يبقى كده الجذر دوت هو الجذر السالب، يبقى ديت بسالب 7. طب لو عايز الجذرين الموجب والسالب هيعملها لي ازاي؟ هيعملها كده، موجب وسالب جذر 49 بكام بقى؟ بموجب وسالب 7، اللي هي لو كتبتها في الصيغة ديت موجب 7 وسالب 7. ايه ده مش فاهم؟ صلى على النبي. لو كتبها لي بالطريقة كده بس، الطريقة ديت هنا كده بس لوحدها، يبقى هو معناه ان هو عايز الجذر الموجب. ممكن يكتبها لي كده، ممكن يجي يقولها لي كده لفظي، يقول لي اوجد الجذر الموجب. طيب ولو كتبها لي كده لا، يبقى هو كده عايز الجذر السالب. ممكن يكتبها لي كده، ممكن يجي يقولها لي لفظي، يقول لي اوجد الجذر السالب. طيب لو كتبها لي كده بقى موجب وسالب، يبقى هو كده عايز الجذرين. وممكن يكتبها لي لفظ يقول لي اوجد الجذرين، الموجب بقى والسالب. يبقى لما يجي يقول لي اوجد الجذرين يبقى انا هقول له الموجب والسالب. طب عايز جذر واحد، اشوف لو عايز الموجب باخد الموجب، لو عايز السالب باخد السالب. بس كده، اتمنى تكون مفهوم. طيب لو انا دلوقتي جيت وقلت لك اوجد الجذران للعدد 100، تعالى بقى نيجي نحلها كده بالراحه، صلوا على النبي واحده واحده. طيب جذر ال 100 هو عباره عن 10، صح؟ صح. بس هو عايز الجذرين، يبقى هتبقى موجب 10 وسالب 10. طيب لو رحت بقى في نفس المساله قلت لك اوجد، بدل ما اقول لك اوجد الجذران قلت لك اوجد مجموع الجذران. يعني ايه الكلام دوت؟ اوجد مجموع الجذران يعني ايه؟ ما هو يا عم انت دلوقتي جيت قلت لي ان جذر ال 100 هو عباره عن الجذرين بتوعه، هو عباره عن موجب 10 وسالب 10، صح؟ صح. قال لك مجموعهم بقى، فانت هتجمعهم مع بعض، يبقى 10 زائد سالب 10. طب 10 زائد سالب 10 بكام؟ بصفر. ايه بقى الكلام دوت؟ ما هو ده عدد ومعكوسه، 10 زائد 10 زائد سالب 10 يبقى تطلع 10 ناقص 10 بصفر. بص بقى ملحوظه، ان الجذرين دول بتوع اي عدد، يعني بتوع نفس العدد في الدنيا، مجموعهم بصفر. يعني ايه الكلام دوت؟ ما هو الجذر بيطلع لي العدد وسالب العدد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو جيت قلت لك جذر ال 16، فانت بتقول لي ان هو هيطلع 4 وسالب 4، صح؟ صح. يعني العدد والسالب بتاعه، يعني العدد ومعكوسه. طب العدد زائد معكوسه يديني كام؟ يديني صفر. ما هي 4 زائد سالب 4 بصفر. تمام؟ تمام. اتمنى الحته دي تكون مفهومه يعني. قال لك في ملحوظه مهمه قوي على الجذر، ان الجذر دوت ما ينفعش يبقى فيه تحته رقم سالب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو انا جيت قلت لك جذر سالب 24، او مثلا خلينا نيجي نقول جذر سالب 25، وافهمك ليه. جذر سالب 25، جذر سالب 25 دي لما تيجي تعملها على الآلة يطلع لك ماس ايرور. طب ليه يا عم الحاج يطلع لي ماس ايرور؟ بص، هو في جذر فعلا لسالب 25 وفي جذر لاي عدد سالب، بس انت مش هتاخدها دلوقتي، انت هتاخدها في ثانوي او حاجه، في حاجه اسمها بقى مجموعه الاعداد التخيليه، اللي هي الايماجينري نمبر، بترمز ليها كده بالرمز اي او زد، هتاخدها بعدين. طيب دي الاعداد التخيليه مالكش دعوه بيها خالص. يعني ان شاء الله لو حد فيكم دخل علم رياضه وربنا كرمه ودخل حاسبات او دخل هندسه، هيفهم ايه هي الاعداد التخيليه وليه بندرس اصلا الاعداد التخيليه. والاعداد التخيليه ديت ليها اهميه كبيره جدا 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 جدا. يعني لولاها احنا كل الدوائر الكهربائيه ديت اصلا معقده ما كناش عرفنا نحللها. المهم نرجع لموضوعنا دلوقتي. انا لو جيت قلت لك جذر سالب 25، انت هتقول لي ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا عم؟ انت لسه قايل لي دلوقتي ان ما فيش جذر العدد سالب. قلت لك ماشي. طيب ليه بقى؟ يعني ايه ليه؟ ايوه ليه ما فيش جذر العدد سالب؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت متفق معايا ان كلمه جذر سالب 25، فانا بدور على عدد اضربه في نفسه يديني سالب 25. قلت لك ماشي، حلو. يعني العدد اللي هو دوت سالب 25 ده، انا بدور على عدد هضربه في نفسه يديني سالب 25. قلت لك ماشي يا عم. طب ما انت لو دورت هتلاقي. قال لي بص، لو تعرف تجيبها يبقى انت كده حلتها. قلت له ماشي. طب ما هي سهله، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الاشاره اللي تحت دي ايه؟ سالبه. هل انا ممكن اضرب عدد في نفسه يديني سالب؟ مش فاهم. صلى على النبي. ما هو عدد في نفسه دوت، يعني العدد هيبقى موجب ونفسه يبقى هتطلع اشارته برضو موجبه. طب موجب في موجب بموجب. طب ولو كان العدد دوت سالب، يبقى انا لما هاجي هضربه في نفسه، يعني انا هضرب في سالب
يبقى الاشاره اللي هتطلع برضو موجب. يبقى عمري في حياتي لما هاجي هضرب عدد في نفسه، عمر الاشاره ما هتطلع سالب. امال الاشاره هتطلع ايه؟ هتطلع موجب. مش فاهم اي حاجه خالص. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا دلوقتي جيت قلت لك مثلا ان 4 في 4، هتقول لي ان ديت بكام؟ دي ب 16. فمن هنا كده انت رحت جيت قلت لي ان جذر ال 16 هو عباره عن ايه؟ عباره عن 4. ولو قلت لك سالب 4 في سالب 4، هتقول لي برضه ب 16. فمن هنا برضه رحت قلت لي ان جذر ال 16 بيساوي سالب 4. قلت لك حلو، كلام جميل خالص خالص خالص. طب ليه؟ لان انا لما جيت ضربت عدد اللي هي الاربعه في نفسه، اللي هي نفس الاربعه، طلع الناتج بكام؟ ب 16. طب ولما رحت ضربت في الحالة التانية عدد اللي هو سالب 4 في نفس العدد اللي هو سالب 4، طلع الناتج برضو بكام؟ بموجب 16. يبقى أنا لما هضرب عدد في نفسه لازم 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 ولابد وحتما الإشارة هتطلع موجب. ما ينفعش الإشارة تطلع سالب، لأن العدد هو يحمل احتمالين. يا إما تبقى إشارته موجب فموجب في موجب بموجب، أو تبقى إشارته سالب فتبقى سالب في سالب برضه بموجب. يبقى أنا مش هينفع إن أنا أضرب أي عدد في الدنيا في نفسه يطلع لي الناتج سالب. فكلمة جذر سالب ديت ما تنفعش، لأن مفيش عدد هيتضرب في نفسه فيطلع الناتج سالب. وفي مفهوم الجذر هو عبارة عن عدد بضربه في نفسه. تمام؟ تمام. ماشي. بعدين بقى صلى على النبي. دلوقتي مثلا لو أنا جيت قلت لك جذر ال 16، فأنت رحت جيت قلت لي يا عم ما تقرفناش بقى، جذر ال 16 بأربعة. ولو رحت جيت عملت لك كده سالب جذر ال 16، هتقول لي بسالب 4. ولو قلت لك موجب وسالب جذر ال 16، هتقول لي بموجب وسالب الأربعة. صح كده؟ صح. كلام سليم ومية مية ومظبوط والدنيا حلوة. طيب بص بقى يا عم، صل على النبي كده واستهدى بالله. جذر ال 16 ديت أنا ممكن أكتبها بصورة تانية، هي مش عليك بس أنا عايزك تيجي تعرفها واحدة واحدة كده وبالراحة، لأنها هتفيدك في حاجات كتير. جذر ال 16 ديت، ال 16 دي أسها كام؟ ال 16 دي أسها واحد. إيه ده إزاي؟ ما هو أي عدد في الدنيا موجود في صورة كده لوحده من غير أس معناه إنه أس واحد. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو قلت لك الأربعة، الأربعة دي بتساوي إيه؟ بتساوي 4 أس واحد. طب الاتنين دي هي 2 أس واحد. يبقى أنا متفق معاك لما يبقى العدد موجود كده في الصورة كده منفرد كده، يبقى الأس بتاعه بكام؟ الأس بتاعه بواحد. طيب وانت متفق معايا ان الجذر التربيعي هو ليه دليل بس الدليل بتاعه مخفي. طب والدليل بكام؟ باتنين. صح؟ صح. قال لك ان انا لما باجي بنقل من الجذر بحوله للاس. بص بقى بنعمل ايه. انت متفق معايا ان 16 دي اسها واحد. صح؟ صح. والدليل دوت باتنين. قال لك بعمله كده 16. بص بتتكتب ازاي؟ اس واحد على الاتنين. ايه ده يا عم؟ ايه الكلام اللي انت جيت عملته ده؟ انا بنقل الرقم دوت اللي هو تحت الجذر ده زي ما هو. كويس كويس. والجذر حولته الأس. طيب حولته الأس إزاي؟ مسكت الأس بتاع الرقم قسمته على الدليل. لا مش فاهم. واحدة واحدة. دلوقتي لو أنا جيت قلت لك جذر التسعة، دي كده الجذر التربيعي للتسعة. صح؟ صح. متفق معايا إن التسعة ديت أسها بواحد والدليل دوت هنا كده باتنين. صح؟ صح. بتنزل العدد اللي هو تحت الجذر ده زي ما هو. تمام؟ تمام. العدد أهو. آدي كده التسعة. بسم الله. طيب بعدين بتقسم الواحد على الاتنين. يعني ايه الواحد على الاتنين؟ بتقسم الأس بتاع العدد على الدليل، فتبقى تسعة. مش عارف القلم مش راضي يكتب ليه. فتبقى تسعة أس واحد على الاتنين. تاني. لو أنا دلوقتي صعبتها بقى شوية وقلت لك مثلا جذر 8 أس 3. ماشي. أنت متفق معايا يا عم إن دي الجذر التربيعي. صح؟ صح. وقلت لي إن أنا لما بعوز أحول من صورة جذر لأس بقسم الأس بتاع الرقم على الدليل، واتفقت معايا إن الجذر التربيعي هو الدليل بتاعه باتنين. فدي هتصبح ايه؟ 8 أس 3 على الاتنين. ايه ده يا عم جيت منين؟ يلا ما انت بتقسم الأس دوت على الدليل، وبنزل العدد اللي تحت الجذر ده زي ما هو، فنزلت التمانية. وبعدين دي الأس دوت قسمته على الدليل فأصبح 3 على الاتنين. ماشي. طب لو أنا مثلا رحت جيت دلوقتي وقلت لك جذر التكعيبي مثلا 9 أس 4. والله قال لي بص أنا هنزل العدد اللي تحت الجذر زي ما هو. قلت له برنس. قال لي يا عم الحاج وهاخد الأربعة ديت هقسمها على الدليل فتطلع 4 على التلاتة. بس مفهومة. طيب ملحوظة كمان ومهمة ديت بقى عليك، اللي فاتت ديت مش عليك بس هتفيدك في حاجات كتير قوي. بص بقى صلى على النبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي لو انا جيت قلت لك 2 أس 3 لكل أس 2، هتحلها ازاي؟ رد واحد قال لي يا عم بسيطة، ما هي 2 أس 3 ديت معناها 2 في 2 في 2، يعني 2 مضروبة في نفسها 3 مرات. ماشي، قلت له ماشي. 2 في 2 في 2 ب 8. حلو. وبعدين انزل الأس 2 دوت زي ما هو، قلت له ماشي. طب ما هي 8 أس 2 ديت معناها 8 في 8، فأصبح كام؟ أصبح 64. قلت له والله يا عم شغل حلو، بس فهمني كده تاني ايه اللي انت عملته. قال لي يا هندسة ما هي 2 أس 3 ب 8. قلت له خلاص. وأس 2 نزل زي ما هو، وقال لي إن 8 أس 2 ديت يعني 8 في 8 ب 64. قلت له اه قشطة خلاص مفهوم. طيب، ما هو ده الشغل الطبيعي. طب الشغل بقى اللي انت جاي مش عارفه بتعمل ايه، قال لك في حالة ان انا يبقى عندي أس لكل أس، يعني انا في هنا كده أس، والأس دوت مرفوع لأس. يعني ايه؟ يعني العدد بتاعي هو عبارة عن 2 أس 3 لكل أس 2. صح؟ صح. في كام أس هنا؟ في أسين، والأسين دول مرفوعين لبعض. صح؟ صح. حلو الكلام. قال لك إن أنا بمسك الأسس ديت أضربها في بعض. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني 2 أس 3 لكل أس 2 هياها 2 أس 6. قلت له إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه اللي أنت عملته ده؟ قال لي يا عم الحاج أنا مسكت الأسس ديت ضربتها في بعض، لأن دوت أس لكل أس، يعني أس مرفوع لكل أس. يعني أنا عندي أسين، فما دام أنا عندي أسين ومرفوعين لبعض فرحت ضربتهم في بعض. فأنا نزلت الاتنين ديت زي ما هي، ما عملتش فيها أي حاجة، ومسكت الأسس دي يا باشا ورحت ضربتهم في بعض. 3 في 2 بكام؟ ب6. قلت له ماشي، يعني انت عايز تفهمني ان 2 اس 6 هي الرقم ده؟ قلت له جرب. 2 اس 6 ديت لما تيجي تعملها على الآلة هتطلع لك برضه ب 64. ما هي 2 اس 6 ديت معناها 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2. 2 مضروبة في نفسها 6 مرات. صح؟ صح. أول 3 اتنينات دول بكام؟ ب 8. والتلات اتنينات التانيين دول بكام؟ 8. طب 8 في 8 بكام؟ ب 64. يبقى دي هي دي، دي هي دي. يبقى الملحوظات بقى اللي انا جاي عايزك تيجي تفهمها من هنا كده، ان انا لما يبقى عندي اس، مثلا نطبق بالمثال دوت، ان انا لما يبقى عندي اس لكل اس، فانا بمسك الاسس دي اضربها في بعض. يعني 3 اس 2 لكل اس 4 هياها 3 اس 8. قلت له ماشي. وقال لي يا غالي ان انا لما يبقى عندي جذر، بمسك الرقم بتاع الجذر دوت. يعني مثلا لو حطينا هنا كده 81، بمسك الاس بتاع الرقم اللي هو تحت الجذر ده واقسمه على الدليل بتاعي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني جذر التربيعي لل 81، المساله اللي انت جاي كاتبها ديت انا ممكن احولها كده 81 اس نص. قلت له حلو جميل، هي دي الملحوظات اللي انت عايز تقولها؟ قلت له اه. بس انا لحد هنا كده مرضي، وافهم كده الكلام دوت وبالراحه، وتعالى ندخل مع بعض في الجديد.